السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وبخير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نشوفوا طريقة تحضير السفة المغربية المدفونة بطريقة جد سهلة وبسيطة، ولكن كتطلب شوية ديال الوقت. فخليكم على فيديو واخا يكون طويل شوية، ولكن فيه إفادة وفي جميع المراحل بدون أنني نقطع حتى شي مرحلة. فغنخليكم مع لوحة المقادير كيف ما العادة وندوزو نشوفوا الطريقة مع بعض. فعلى بركة الله، اول حاجه كناخذ 3 ديال لي كاسرول ولا كندير فيها الصفرجل اللي كندير مع شويه ديال الحامض وكندير مع شويه ديال القرفه او العمود ديال القرفه، نوضعوه على النار، وكذلك البرقوق والمشماش كل واحد بوحديته مع شويه ديال القرفه ونطيبهم ابار. بالنسبه هنا للتفايه غنحتاج فيها الزبيب اللي سبق لي ورقته سواء في ما زهر اولا في الماء، وغنحتفظ به حتى يرطب عاد نوجد التفايه ديالي مع شويه ديال البصله تكون مقطعه شرائح. ندوزو دابا بالنسبه للمرقه ديالتنا. كنوضع عمود ديال القرفه في المرميطه اللي غنطيب فيها الدجاج ديالي. كنوضع القليل من زيت الزيتون والقطع ديال الدجاج اولا تحطوا الدجاجه كامله، كيبقى لكم الاختيار. كناخذوا سواء الحامض مصير او لا فقط كناخذوا اللب ديال الحامض العادي، شويه ديال القزبر والمعدنوس انا درته هنا خليته مربوط، وشويه ديال البصله كذلك غنطيبها معاهم. هنا بالنسبه للقزبر والمعدنوس غادي نضيفه في الاخر مقطع، فلهذا في الاول خليته فقط باش ياخذ لي النكهه ديالته. غادي نضيف شويه ديال الزيت النباتيه مخلطه مع زيت الزيتون ونديرهم على نار كيتقلاو مع شويه ديال العطريه اللي فيهم البزار، التحميره، كذلك شويه ديال الخرقوم، وكذلك شويه ديال راس الحانوت وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال القرفه اللي كيبقى اختياري، ممكن تستغناو على القرفه. غنوضعهم على نار مهيله حتى يتقلاو، ثم ندوزو هنا للشعريه اللي صراحه كتاخذ وقت طويل معنا. دونك انا بالنسبه للكسعه ديالتي كنوضع فيها الشعريه الكميه اللي بغيتو، كنضيف ليها شويه ديال المليحه وشويه ديال الزيت، وكنحاول نبسبسها وندخل ليها داك الزيت مزيان مزيان، يعني كنحاول ما امكن ان كاع الحبات يتلبسوا بالزيت باش هكا ما كتجيش معايا معجنه. دونك انا غنبقى كندخل الزيت في نفس الاثناء انا دايره البرمه ديالتي كطيب، دايره فيها الماء بزياده باش كيطيب، ونجيب لنا الكسكاس الفوقاني ونعمرو بالشعريه. في المرحله الاولى انا ما كنرشاش بالماء، كيبقى لكم الاختيار، ممكن ترشوها في الاول بالماء، لكن بصراحه هذه طريقه احسن بالنسبه للمبتدئات حتى كتسخن معايا الصفه عاد غادي نبدا كنفزقها. نرجعوا هنا للمرقه ديالتنا. هنا كما سبق لي وقلت انا كنت حطيتهم غير يتقلاو، ما وضعت فيهم لا ما لا حتى شي حاجه. هنا ممكن تنقصوا العافيه وما ديروش الماء نهائيا، ممكن ديروا القليل فقط. دونك انا كما كتشوفوا الدجاج اصلا هو طلق الماء ديالو والبصله كذلك، فانا ضفت لهم فقط تقريبا كاس كبير ديال الماء. كما قلت يعني الماء كيبقى على حساب واش نتوما مزروبين على هذه المرميطه او لا، ممكن تنقصوا العافيه وتخليوها طيب على خاطرها. دونك هنا بالنسبه للشعريه من بعد ما فارت، يعني غير بدا كيطلع منها الفار او البخار، غادي نرجع نقلبها في الكسكاس. كما كتلاحظوا كاينين الحبات اللي فزقوا بحال هكا. هنا غادي نجيب هنا دابا الماء ونبدا كنرشها. هنا عندكم الاختيار، ممكن تسرعوا العمليه انكم ديروا الكميه ديال الماء وتكبوا عليها الماء بحال اللي غندير انا، اولا ممكن ترشوها فقط. فانا صراحه كنحاول نديرها بحال هكا باش كنغسلها من داك النشا اللي كيكون فيها، باش كتسرعوا العمليه ديالها من الاحسن. يعني كنحاول انني نضغط عليها مزيان مزيان فداك الماء بحال اللي كنغسلها، حتى داك الماء ما كيبقاش صافي وانما كيولي اللون ديالو ابيض، يعني بحال اللي خلطتو معاه المايزينا. غنبقى هكا كنخلط حتى تخرج منها داك النشا ديالها، يخرج منها كامل ويتبدل لي اللون ديال الماء. ديك الساعه غادي نوضعها في الكسكاس ونوضع تحت منها شي بانيو لانها غادي تقطر كامله من الماء. من بعد ما ولا الماء بحال كما كتلاحظوا يعني تبدل اللون ديالو تماما ولا ابيض هكا ناصع، كنحطها في الكسكاس كتستقطر، ثم كنوضعها تفور للمره الثانيه. هاد المره هذه غادي نتعطلوا عليها، غنحاولوا ما امكن اننا ما نزربوش عليها، يعني ماشي غير نشوفوا البخار طلع ونزولوها وانما نتعطلوا عليها. فانا بصراحه كيعجبني نفزقها بزاف، لهذا ما تعطلتش عليها باش نرجع نفزقها مره اخرى. لكن نتوما اذا بغيتوا تستغلوا الوقت
فما تجبدوهاش مباشرة بعد ما يطلع البخار، وإنما خليوها حتى طيب تماما وتجبدوها. أنا صراحة كندير هاد الطريقة للمبتدئات باش ما تعجنش معاهم، يعني كنقلبوا الشعرية ديالتنا في الكسعة، كنحاولوا ما أمكن نبعدوا دوك الكتل يعني مع بعضياتهم، يعني كنحاول نفرتت كل حبة بوحديتها، وكنبدا كنضيف الماء العادي. أنا سواء الماء في الأول أو لا في الثاني فاستعملت الماء العادي، يعني ما استعملش نهائيا الماء الطيب. الماء الطيب بصراحة على حسب النوع ديال الشعرية، كاين الشعرية اللي كتجي مع، كاين الشعرية اللي كتعجن دغيا، وهو الماء طيب راه ما كيعجنهاش الا الا كانت الطريقة خاطئة ديال الاستعمال. لكن باش نتفاداو كتبقى هذه الطريقة الانسب ان كل وحدة ممكن تخدم بها، هو الماء العادي ديال السبالة، يعني ما هو بارد ما هو سخون، كيكون عادي. فانا غنبقى كنضيف الماء كما كتلاحظوا. الحبيبات تبعدوا على بعضياتهم كاملين، يعني بقات لهم تقريبا واحد مدة صغيرة ديال الطياب. بالنسبة للأخوات اللي كيتسائلوا المدة ديال الطياب شحال، المدة ديال الطياب كتكون من 4 ساعات حتى ل 20 دقيقة. على هادشي كنقول لكم الشعري كتاخذ وقت طويل وعلى حسب النوعية. فأنا هذه كانت المتوسطة، راه كتكون رقيقة ودايرة، ولكن كاينين المرق منها. فلهذا كما كنقول لكم دائما لاحظوا النوعية ديال الشعرية ديالتكم. صافي هنا من بعد ما حاولت انني ندخل فيها الكمية ديال الماء، تقريبا انا خديت هنايا نص لتر كله، وكنبدا كنحطها في الكسكاس. كما كتلاحظوا الماء ما كيوليش كيف كان يعني في الاول ابيض، لان ديجا غسلناها من داك النشا ديالها كامله. صافي من بعد غنرجعها تفور للمره الثالثه، وهكا كتكون الشعريه ديالتنا قريب توجد. في هذه الاثناء هذه انا غادي ندوزو ونوجدوا التفايه اللي كتاخذ صراحه حتى شويه ديال الوقت. غنوضع القليل من الزيت النباتيه، غنوضع فيها البصله اللي قطعتها شرائح. هنا الكميه ديال التفايه كتبقى على حسب الرغبه، يعني حسب انا درتها فقط للتزيين، ممكن تزيدوا الكميه. دونك هنا استعملت انا 2 بصلات كبارين، واستعملت واحد الكمشه صغيره ديال الزبيب. هنا بالنسبه للزبيب باش يعطيكم مذاق دائما ديروا فيه شويه ديال المزهر، يعني رقدوا في الماء ومزهر. غنضيف ليهم شويه ديال المليحه، وكذلك شويه ديال القرفه او العمود ديال القرفه، وغادي نوضعهم على نار مهيله. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو يوضعوا كلشي في دقه واحده، راه ممكن كتوضعوا ملعقه صغيره ديال الزبده وجوج ملاعق ديال السكر، وتقريبا واحد ربع كاس او نصف كاس ديال الحليب، عفوا ديال الماء، وكتخليوها طيب على خاطرها. لكن انا كيعجبني حتى كتقلى شي شويه، عاد كنضيف ليها معلقه او جوج ديال السكر، وكنضيف ليها الزبده ملعقه صغيره ديال الزبده، وشويه ديال القرفه، وكنخليها طيب على خاطرها، وكتزيدوا الحلاوه على حسب الرغبه. هنا من بعد ما طاب الدجاج ديالنا كما كتلاحظوا، هنا كناخذ داك الدجاج كنزولو من المرق ديالي، وكناخذ داك المرق اللي عندي. كما عقلتوا في الاول ديال الفيديو كنت انا وضعت القزبر ومعدنوس، وضعته هكا كربطه، يعني غادي نزولو غادي نحيدو، وغادي نضيف داك القزبر ومعدنوس اللي كنت قطعته وخليته ابار. يعني الكميه اللي كنوضعوا دائما في المرميطه نحاولوا نقسموها، الكميه الكبيره نربطوها والكميه الصغيره نقطعوها بحال هكا باش تعطينا تبقى هكاك خضيره شي شويه، وكتعطينا واحد المذاق كيبقى شويه مجهد في المرقه ديالتنا. غنوضعها ترجع تسخن شي شويه، وفي هذه الاثناء غادي نزول العظام، يعني غادي نحي دوك العظام كلهم من القطع ديال الدجاج ديالي ونزولهم نحطهم بوحديتهم. بالنسبه للاخوات راه ممكن تستعملوا كذلك الفخوده فقط ديال الدجاج وتوضعوهم تخليوهم كما هما، ما تنحيوش منهم العظومه، باش ملي تقدموهم كتحطوهم يعني كتخليو داك العظمه ديالتهم باينه، وكتغطيو داك فقط الراس ديال الرجل بالالومنيوم الذهبي اولا بالالومنيوم العادي. انا فضلت انني ندير الطريقه البلديه العاديه اللي ممكن يعني ماشي شعريه او لصفه بريستيج. كنحاول ندير الطريقه العاديه، كنحيدوا العظومه باش نوضعوا هذاك الدجاج مع المرقه ديالتنا. من بعد ما شربات كما كتلاحظوا يعني بقات كميه اللي هي نورمال اللي هي كافيه للشعريه ديالي، كنضيفها كنخلط وكنحطهم حتى نوجدوا الطبق ديال التقديم. من بعد ما طابت السفه ديالي تماما، يعني بعد تقريبا 20 دقيقه اللي فاتت على السفه، بصراحه انا قبل ما نقدمها ما كيعجبنيش نقدمها مباشره، يعني نوضع فيها الزبده ونقدمها مباشره لانها كتكون بردات. فبصراحه كتعجبني انني كنرجعها مره اخرى واخيره
للكسكاس ديالي. يعني ممكن توجدوا هذا الشيء من قبل وحتى الدقيقه الاخيره وتقدموه، لان ديك الزبده صراحه من بعد ما كنضيفوها للشعريه كتعطي طعم وكتعطي كذلك واحد الرطوبيه وكيبقى هشيشه ولذيذه بزاف، كتجي بنينه. دونك انا غنوضع هنا الزبده وكذلك هنا غنضيف السكر وغنرجعهم يفوروا 5 دقائق فقط ونقدمهم. هنا بالنسبه للطريقه ديال التقديم العاديه والبلديه، دونك كنوضعوا نصف الكميه ديال الشعريه، تكون الكميه قليله فقط هي اللي غنوضعوا. الكميه الكثيره كنخليوها اولا نقسموا في النصف، يعني كيبقى لكم الاختيار. ثم غادي نوضع داك الدجاج اللي نحيته بحال هكا مع العظومه، من العظومه عفوا، ودرتو مع المرقه، كنحطو في الوسط بلا ما نوصل للجوانب، باش ملي نغطي الشعريه ما تبقاش تبان ديك الطبقه ديال الدجاج. كيف ما ممكن انكم ديروا واحد السيركل او اي قالب عندكم وتخليو ديك الطبقه ديال الدجاج باينه. دونك هنا بنفس الطريقه كنكمل بحال هكا، وكنجيب السفه اللي باقيه وكنوضعها من الفوق، كنحاول نغطي الجوانب باش ما يبانش داك الدجاج، ولهذا كنسميوها مدفونه، يعني داك الدجاج كيكون مدفون تماما وما كيبانش نهائيا. بالنسبه هنا للتزيين، بالنسبه للبرقوق انا فقط دوزته في الجنجله البيض المحمر، وبالنسبه للمشماش فقط عمرته بشويه ديال اللوز يكون مسلوق ومقلي. هنا غادي نحاول انني نقاد التبصيل ديالي ونبداو طريقه التزيين اللي كتبقى دائما اختياريه. ممكن انكم توضعوا باي طريقه بغيتوها كما قلت بالسيركل او باي قالب عندكم. انا درت الطريقه تقليديه، دونك خويت شويه ديال الوسط وضعت التفايه في الوسط، كيف ما ممكن توضعوها مع جوانب او لا تقدموها في صحن يكون مرافق. هكا الطبيصلات يكونوا صغيورين وتحطوهم مرافقين، كيف ما ممكن تقدموها بهذه الطريقه هذه. وضعتهم في الوسط وغادي نجيب دابا الخطوط العاديه اللي مولفين كنخدموا بها، بلا ما نساو السفرجل ديالنا. انا من بعد ما طاب ضفت ليه 3 المعالق ديال السكر وخليته تتعسل مزيان وحيدته. درت عليه شويه ديال الجنجلان الابيض كما كتلاحظوا، وغادي نبدا التزيين. دائما التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل وحده. انا درت هنا البرقوق بين كل في السفرجل عندي، وكذلك المشماش بنفس الطريقه. هنا بالنسبه للقرفه والسكر كيبقاو اختياريين، انا القرفه درتها لكن السكر حاولت ان نوضعه في طبيصلات بوحديته، وهكا كنكونوا سالينا التصفه ديالتنا. طبقنا لليوم السفه المدفونه هي هذه. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم بطريقه جد سهله وبطريقه العاديه. حاولت انني نبسط ما امكن في هذه الوصفه هذه. نتمنى انكم تعجبكم وتكونوا استمتعتوا بالفرجه لهذا الفيديو واستفدتوا. ما تنساوش انكم ديروا شير للفيديو باش تعمل فائده على الجميع، والى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله في وصفات جديده ومبتكره ان شاء الله. مع السلامه.